عليكم يا جدعان، ازيكم وعاملين ايه؟ لو انت معاك المره دي بقى 350 جنيه ل 450 جنيه وعاوز تجيب كارت شاشه، يبقى الفيديو ده ليك. النهارده احنا هنتكلم عن حرفيا ملك الفئه، مش بص الاقتصاديه، الفئه اللي تحت الارض، وهو كارت R5 240. الكارت ده حرفيا مشهور جدا بغباء، وفي عندك تجار بال100 كارت وبال200 كارت. هنتكلم النهارده عنه، هنختبر 8 العاب عليه، وكمان هقولك مواصفاته والكارت ده موجه لمين. بس قبل ما ابدا الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا 10 رجاله، وصلنا 40 مشترك، وان شاء الله هنوصل 50 مشترك قريب، ويلا بينا. اول حاجه معانا هو اسم الكارت R5 240. تم اصدار الكارت ده في اواخر 2013. بيجي بدقة تصنيع 28 نانومتر، بيجي ب1 جيجا في رام GDDR3، بيستهلك طاقة بين 35 واط لل 50 واط، وهيشتغل على باور 250 واط وانت طالع. يعني لو عندك جهاز ديسك او باور ضعيف يقدر يشتغل عليه، لانه هو كده حجمه صغير وما بيحتاجش باور خارجي. السرعة الأساسية بتاعته 730، والبوست بتاعه 780 ميجا هرتز. وبس، هي دي كل مواصفات الكارت، يعني مش محتاج تعقيدات. ومتوسط سعره بين ال 350 جنيه ل 450 جنيه، وفي بعض التجار حرفيا بيبيعوه برقم غبي جدا، 550 و600 جنيه، وارقام عبيطه جدا كده. انصحك الصراحه لو معاك 600 جنيه وعاوز تجيب كارت شاشه، ما تجيبش الR5 240 خالص. المهم يعني خليني اقول لك مواصفات الكارت ده، وبعد كده اقول لك الكارت ده موجه لمين، ومين اللي يشتريه ومين اللي ما يشتريهوش. الامكانيات التجميع اللي انا مجرب عليها الكارت ده هو i7 جيل تالت مع 16 جيجا رام، وطبعا الR5 240. اول لعبه معانا وهي لعبه GTA 5 على 720 بي نورمال سيتنج، متوسط الفريمات بين 37 فريم ل 52 فريم. واللعبه اللي بعد كده معانا هي لعبه تقيله حبتين، وهي لعبه فار كراي 4 على 720 لو سيتنج، متوسط الفريمات 30 فريم. واللعبه اللي بعد كده هي لعبه ماكس بين 3 على 720 بي لو سيتنج، متوسط الفريمات كان 50 فريم. اللعبه اللي بعد كده هي لعبه باتل فيلد 4 على 720 بي ميديوم سيتنج، متوسط الفريمات كان 40 فريم. دلوقتي الكارت ما اثرش معانا. اللعبه اللي بعد كده هي لعبه بيس 21 على 720 بي لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 35 فريم ل 50 فريم. واللعبه اللي بعد كده هي لعبه بابجي موبايل على 720 بي برضو، والاعدادات كانت سموز، متوسط الفريمات بين 40 فريم ل 60 فريم، وكان في شويه لاج كده على خفيف. فالورانت على 720 بي لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 70 ل 100 فريم. اخر لعبه معانا هي لعبه فورتنايت على بيرفورمانس مود لو سيتنج 720 بي، متوسط الفريمات بين 30 ل 45 فريم. هي تحتسب من اتقل الالعاب اللي احنا جربناها. بس كده يا معلم، انا كده قلت لك على اداء الكارت ده في 8 العاب اهو. الكارت ده موجه لمين؟ مبدئيا الكارت ده موجه لتجميعه مثلا فيها مثلا رايزن 5 3600، وحتى يا عم تجميعه اقل من كده بكتير. مثلا هو المعالج اللي فيها مفهوش كارت شاشه مدمج. هقول لك اتفضل R5 240 كارت حرفيا ب 350 جنيه مثلا، تركبه على التجميعه بتاعتك، تشغلها، ممكن تمنتج عليها، تتصفح، تذاكر اللي انت عاوزه. ولما يتوفر معاك فلوس تقوم ساعتها جايب كارت مثلا RTX ولا RX براحتك انت. يعني ده اول حد الكارت ده موجه ليه. تاني واحد اب مثلا وام اي حد عاوز يجيب لابنه مثلا كمبيوتر يلعب عليه، فاهم، حاجات خفيفه كده، اللي هي الالعاب بتاعت زمان بقى، اللي هي فايس سيتي وسان اندرياس، حتى GTA 5 وبابجي وفالورانت وفورتنايت، كانت التجربه بتاعتهم اكتر من ممتازه. فيذاكر بس، يعني انا جايب الكمبيوتر والله عشان انا عاوز اذاكر عليه، مش اكتر من كده. فساعتها الكارت ده موجه برضو انه هيساعده شويه في حاجات مهام كده يومية عادي. وبرضه لو حب يدلع نفسه في يوم كده يلعب لعبة ولا لعبتين، برضه الكارت هيسد معاه. رابع حاجة، واحد عاوز يلعب ألعاب بسيطة أو خفيفة، أو ذوقه في الألعاب اللي هي مثلا من سنة 2000 لحد مثلا 2012 أو 2013، يمكن بعض الألعاب من 2014 كمان، ممكن الكارت ده يسد معاه تمام. اللي هو مثلا عنده كيسة قديمة قوي اللي هي كورد تيوم، معالجات بنتيوم، لأن أنا كان عندي كيسة قديمة اللي هي انتل بنتيوم مع رامات 4. الكارت الR5 240 ساعتها بقى هتشغل برضو معاك ايه، تمشي لك الدنيا شويه. بس كده يا رجاله يكون الفيديو بتاعنا خلص. انا عارف ان هو فيديو قصير جدا وخفيف كده وبسيط، فاهم، لان الكارت اصلا مش محتاج تعقيدات، هو بس احنا جايين نتكلم وندردش. لو انت معاك مثلا 350 جنيه ولا 500 جنيه وعاوز تروق على نفسك وبس.
وان شاء الله يا رجاله انا بجهز لكم كام فيديو كده هينزل قريب جدا، بس انا عاوزك بس تتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه الكارت اللي انت مثلا في كارت انت عاوز تشتريه، اكتبه لي تحت في الكومنتات، وانت ان شاء الله هتلاقيني عامل لك عليه مراجعه شامله متكامله. ان شاء الله هرجع تاني للتجميعات، يعني في كذا تجميعه، يعني في تجميعه انا بجهزها هتكون تجميعه 1500 تقريبا او 1000 جنيه كمان ممكن. وبس كده يا رجاله، اسيبكم في حفظ الله، السلام عليكم.